ليه؟ ليه الست شيماء تبقى هي ست البيت وعايشة في السعادة دي كلها، وأنا وأنا مجرد خدامة في البيت؟ ده مش عدل، ده أنا أجمل منها. لازم أحاول، لازم أبقى زيها وأحسن منها كمان. بس أنا حاولت معاه كتير، ضحكت واتكلمت وقربت منه، وهو برضه مخلص لمراته. يبقى مفيش قدامي غير الفكرة دي. الراجل مش بينجذب للست، وكمان مش بيقدر يقاومها إلا بالطريقة دي، ولازم أنفذها بأسرع وقت. والست اليومين دول بتتأخر في شغلها. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا، وكل واحد منا له دور، وكأننا قطعة في بازل كبير. الدور ده معمول عشانك انت وبس، مش لحد تاني. ولو حد غيرك أخده أو حاول يقوم بيه، الدنيا بتتلخبط وبتحصل مشاكل. الست ليها دورها والراجل له دوره، وأي طرف تالت بيخش حياتنا ليه مكانه وحدوده. أول ما الحدود دي بتتكسر، كل حاجة بتتشقلب، وممكن حياتنا تتحول لجحيم. أنا شيماء، عندي 43 سنة. تعالوا أحكي لكم قصتي. يا يوسف، أنا بجد تعبت. الشغل ضاغط عليا جدا اليومين دول، وبرجع أكمل شغل البيت. مش قادرة بجد، نفسي أجيب خدامة تساعدني. خدامة إيه يا شيماء؟ ده احنا عندنا بنت واحدة وما شاء الله كبرت دلوقتي، وبتعتمد على نفسها، يعني غير الأول خالص. يا حبيبي، أنا مش بشتكي من فراغ ولا دلع مني، والله العظيم مرهقة طول النهار في الشغل، وأول ما أرجع البيت ألاقي ورايا طبيخ وغسيل ومكوى وتنظيف. هو أنا آلة؟ طب ما انت عندك في البيت كل سبل الراحة، كل الأجهزة المنزلية اللي ممكن تساعدك في شغل البيت جبتها لك. يعني الدنيا سهلة دلوقتي، مش زي زمان. الأجهزة دي مش بتشتغل لوحدها يا يوسف، لازم أنا اللي أجهز وأظبط وأتابع. وأنا مش عايزة أهمل لا في شغلي ولا في بيتي، بس محتاجة مساعدة، أرجوك يا يوسف. ماشي يا شيماء، أنا مش مقتنعة أوي بالفكرة دلوقتي، بس انت عارفة إني مش بحب أزعلك. لو وجود خدامة هيريحك ويفك عنك الضغط، خلاص نجيب. ربنا يخليك ليا يا حبيبي، انت دايما اللي بتحاول تساعدني. بص يا ليلى، أنا بحب البيت يبقى على طول نضيف ومرتب. أول حاجة الصبح تعملي الأوضة دي كويس، المفارش تتغير كل يوم، والحيطة دي أنا عايزاها بتلمع. حاضر يا مدام، زي ما تحبي، إن شاء الله شغلي يعجبك. المطبخ بقى أهم حاجة عندي، الحوض يبقى فاضي على طول، المواعين تتغسل بعد الأكل على طول. أنا ما بحبش أشوف كوباية متسابة ولا معلقة مرمية، سامعة؟ تمام يا مدام، وكله هيكون متظبط زي ما حضرتك عايزة. أما بقى هدومي تتغسل لوحدها، ما يدخلتش معاها حاجة تانية، وتتكوى على طول. أنا ما بحبش التأجيل. من عينيا يا مدام، أنا تحت أمرك في أي حاجة، والبيت هيبقى زي الفل. وخليكي دايما كده، شغل البيت محتاج نظام، وأنا مش بحب التسيب. يوسف كان ونعم الزوج معايا، لو يوم حس إني متضايقة أو تعبانة، بلاقيه على طول ياخدني ونسافر حتة نهدي فيها أعصابنا وننسى الدنيا. يوم عيد ميلادي أو عيد جوازنا أو أي مناسبة، عمره ما يعديها كده من غير مفاجأة تفرح قلبي، وعمره ما حرمني من حاجة طلبتها منه. بصراحة أي حاجة كنت أتمنى أشوفها في جوزي لقيتها في يوسف. هي اتأخرت كده ليه في عمايل القهوة؟ ليلى، ليلى! تحت أمرك يا مدام، أنا أهو. يعني حتى القهوة مش عارفة تعمليها بسرعة؟ أنا طالباها منك من قد إيه؟ أسفة يا مدام، اتأخرت شوية، كنت بحط الصحون في الغسالة. هو انتي ايه اللي تعرفيه غير انك تضيعي الوقت؟ اللي اقولك عليه تسيبي اللي في ايديكي وتعمليه فورا. وبعدين ايه التراب اللي في كل حتة ده؟ انتي هنا شغلتك النظافة، سامعة؟ شيماء، مالك؟ خليكي هادية شوية. حاضر يا مدام، هعملك اللي حضرتك عايزاه. خلي بالك بعد كده. اتفضل القهوة يا أستاذ. شكرا يا ليلى، القهوة جت في وقتها ومن غير ما اطلبها حتى، كأنك حاسة بيا. العفو يا أستاذ، أنا حابة أريح حضرتك. ليلى، كنت عايزة أقولك على حاجة. اللبس اللي انتي لابساه ده مش مناسب خالص، ويا ريت تغيريه. عندك حق، أنا أول مرة ألبس كده، بس عشان كنت بنضف وسيق كويس زي ما المدام طلبت مني، وعايزة حركتي كده تبقى خفيفة وسريعة في الشغل، وأول ما هخلص هغير والبس لبسي العادي اللي بلبسه على طول. تمام،
بس ابقي خلي بالك المرة الجاية، طول ما أنا موجود في البيت يبقى بلاش اللبس ده. حاضر يا أستاذ، مش هيتكرر تاني. ليه الست شيماء تبقى هي ست البيت وعايشة في السعادة دي كلها، وأنا مجرد خدامة في البيت؟ ده مش عدل، ده أنا أجمل منها. لازم أحاول، لازم أبقى زيها وأحسن منها كمان. بس أنا حاولت معاه كتير، ضحكت واتكلمت وقربت منه، وهو برضه مخلص لمراته. يبقى مفيش قدامي غير الفكرة دي. الراجل مش بينجذب للست وكمان مش بيقدر يقاومها إلا بالطريقة دي، ولازم أنفذها بأسرع وقت. والست اليومين دول بتتأخر في شغلها. يا نهار أزرق، السخان انفجر. إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ أنا كنت خايفة من السخان غصب عني. أنا مش قصدي. انتي اتجننتي؟ ازاي تطلعي كده قدامي؟ يا أستاذ أنا غصب عني، مش قصدي، بس خفت من السخان لما انفجر. طب يلا روحي البسي هدومك وأنا هشوف في إيه. حاضر يا أستاذ يوسف. ست شيماء، كنت عايزة أقول لحضرتك حاجة. خير يا ليلى، في إيه؟ أنا مش هقدر أكمل معاكم في البيت، لازم أمشي. إيه ده؟ فجأة كده عايزة تمشي؟ مش تستني لحد لما أجيب غيرك؟ غصب عني يا ست شيماء، أنا راجعة البلد عشان أمي تعبانة اليومين دول ولازم أكون جنبها. طيب، عايزة تمشي إمتى؟ بعد بكرة يا ست شيماء. خلاص تمام. بصراحة يا ليلى، أنا لحد وقت قريب ما كنتش متخيل إن ده ممكن يحصل، بس انتي ما قدرتش أقاومك. جمالك شدني من ساعة ما شفتك يوم السخان لما انفجر، ضعفت قدامك. وأنا كمان عمري ما كنت أتخيل إني أبقى معاك، بس ربنا عالم إني من قلبي بحبك. وكمان لما اتجوزتك لقيتك كل ما فيك يتحب، مش بس جمالك الخارجي، قلبك الطيب، حنيتك، اهتمامك بيا. حتى وأنا راجع تعبان من الشغل بلاقيكي بتسألي عليا وبتحاولي تريحيني. دي أقل حاجة يا يوسف ممكن أقدمها لك. انت راجل بتتعب في شغلك وتستاهل اللي يهتم بيك. عارفة يا ليلى، الراحة دي كنت بلاقيها مع شيماء بس زمان، هي دلوقتي اتغيرت كتير. قلت لها سيب الشغل، أنا محتاجك وبنتك محتاجاكي، بس السنين بتمر على الوضع ده. وحتى لما بقول لها نسافر مع بعض نغير الأجواء اللي حوالينا، أحيانا كتير بترفض. ساعات بحس إنها ناسية إني موجود أصلا، وأنا عمري ما هخليك تحس بكده. طول ما أنا معاك هتفضل عندي أهم حاجة. عشان كده حاسس إني لقيت معاك اللي ناقصني، راحة واهتمام وحب بجد. يا ماما، يوسف اتغير قوي، بقى دايما متوتر من غير سبب، وبقى يتأخر بره البيت غير عادته. يبقى أكيد عنده ضغط شغل اليومين دول. انتي بقى خليكي ذكية وريحيه وهو تعبان، ما تبقيش مصدر إزعاج في البيت بعد تعب شغله. لا يا ماما، الموضوع مش مجرد ضغط شغل. أحيانا لما بيتكلم على الفون يقوم يتكلم بعيد عني، وهو ما كانش كده. أنا مش مرتاحة لتصرفاته، بقت تشككني فيه. يا بنتي ما تستعجليش في الحكم، جوزك راجل ابن حلال وعمرنا ما شفنا منه حاجة وحشة أبدا. يمكن عنده مشكلة ومخبيها عنك عشان ما تتضايقيش، مش شرط يكون بيعمل حاجة غلط. أنا مش هسكت يا ماما، هراقبه لحد ما أعرف إيه اللي مخبيه عني. لازم أعرفه وأعرف إيه سر التغيير ده. طب خلي بالك على نفسك وعلى بيتك يا شيماء، وحاولي قبل أي حاجة تسمعي منه الأول. الراجل ساعات بيكتم جواه عشان شايل هم، يمكن لو اتكلمتي معاه بهدوء يفتحلك قلبه. هحاول يا ماما، بس قلبي مش مطمن خالص. شيماء، أنا نازل شوية، في واحد صاحبي لسه راجع من السفر وعايزة أقابله وأقعد معاه شوية. هرجع بالليل إن شاء الله. ماشي يا حبيبي، خد راحتك، هستناك. أيوة، أنا بقيت أراقب يوسف في كل تحركاته. قلبي كان بيقولي إنه مخبي حاجة عني، بس طلعت مراقبتي ليه ما أثبتتش غير إنه بريء من كل شكوكي. يمكن فعلا أنا ظلمته بشكي. وفي يوم كنت بجهز نفسي لعيد جوازنا وبحضر هدومي واكسسواراتي، وخطر على بالي ألبس العقد اللي جابهولي يوسف في أول عيد جواز لينا. بس دورت عليه كتير وما لقيتوش، قلبت عليه الدنيا. قلت يبقى أكيد فوق الدولاب، هو ده المكان الوحيد
اللي ما دورتش فيه، ولقيت صندوق فوق الدولاب، ولما فتحته لقيت جواه ورق شغل يوسف. بس وسط الورق ده ورقة جوازه من الخدامة. وبعدها ما حسيتش بالدنيا. ازاي قدرت تعمل كده فيا وكمان مع الخدامة؟ شيماء، والله ما كنت عايزة اخونك، بس غصب عني. يعني يرضيكي اعمل حاجة حرام؟ هي دخلت دماغي من يوم ما شفتها طالعة من الحمام، كانت شبه عريانة وانا راجل. من يومها وانا ما قدرتش اطلعها من دماغي. انت بتبرر خيانتك بالكلام ده؟ كلامك مقرف قوي وبيوجع قلبي. ازاي تسمح لنفسك تبصلها اصلا؟ وازاي تسمح لها تدخل بينا؟ انت السبب يا شيماء، انت اللي سايباني من غير ما تشوفي طلباتي، دايما مشغولة بشغلك وانا محتاج حد يحس بيا. هي لقيتها موجودة وبتسمعني وبتقف جنبي. يعني انا اتحاسب عشان بشتغل واتعب واقف جنبك؟ ده جزائي انك تبيعني وتروح لواحدة زي دي؟ ومين قالك ساعديني؟ كتير قلتلك كفاية كده شغل وانتي مصممة تكملي. ماشي يا يوسف، انا هسامحك، بس طلقها فورا. لا يا شيماء، مش هطلقها. هي ما عملتش حاجة عشان اطلقها، وهي مش لعبة معانا ناخدها ونرميها بعد شوية. بالعكس، دي كويسة جدا معايا وحنينة عليا. شوفي انت عايزة ايه وانا هعمله، بس ليلى لأ، مش هسيبها. يعني خلاص اخترتها هي، وانا بعد كل السنين دي بقيت غريبة في حياتك؟ يوسف، انا فكرت كتير وقلت لازم اقولك قراري. انا مش هتطلق، مش هبعد عنك. انا بحبك يا يوسف، وما اقدرش اتخيل حياتي من غيرك. يمكن جوايا غيرة وغضب، بس في الاخر انا اخترت اعيش معاك عشان حبنا اللي كان وعشان بنتنا. وانا ما اقدرش انكر انك ست عظيمة. تعالى يا يوسف، تعالى نرجع حبنا بتاع زمان. ايوه، انا بعترف بغلطي. غلطي لما كنت ببعد عن جوزي عشان شغلي وعشان الفلوس. غلطي لما سمحت لواحدة غريبة تدخل بيتي وتقرب من جوزي وتحسدني على حياتي وتحاول تخربها وانا مش دارية. عشان كده لازم اتعاقب على غلطي، وعقابي هو اني اصبر واستحمل العذاب اللي حاسة بيه وانا عارفة ان جوزي في حضن واحدة تانية. يا بنتي، اهو جبت الجوازة دي عشان اضمن السكن والامان. مش هفضل خدامة طول عمري، حتى لو هو صدق نفسه اني بموت فيه، كله لحد ما اشوف مصلحتي. طبعا ده انا عجبك، خليته يحبني بجنون ومش واخد باله من حاجة. سيبيه عايش في الوهم. ايه الوهم اللي انا عايش فيه؟ انتي كنتي بتمثلي عليا؟ يوسف، استنى، ده هزار، انا كنت بهزر مع صاحبتي. هزار؟ تقولي ان لعبة في ايدك ده هزار؟ وهتشوفي مصلحتك ازاي. انطقي، في واحد في حياتك؟ انا غلطان اني وثقت في واحدة زيك. لا صدقني، انت فهمت كلامي غلط. كفاية خداع، كفاية. انت طالق يا ليلى. يوسف طلقها ورجع لي تاني. كانت تجربة قاسية عليا واختبار صعب لجوازي من يوسف، والاختبار ده علمني ان رقم واحد في حياتي هو بيتي وبعدين شغلي، ولو مفيش وقت للاتنين يبقى البيت اولى. وكمان علم يوسف ان الراجل ما ينفعش يجري ورا نزوة او شهوة لمجرد انه شاف اغراء قدامه. المفروض يغض من بصره ويحفظ بيته ومراته.